يا ناس وش قصة المدلعين؟ صاروا منتشرين في كل مكان وخصوصا تويتر. يعني الآن لو في أي شيء يأثر على نفسيتك حتى لو بشكل بسيط، أنا أطالب أحمد ترى وجهك مغبر يا أخي، راح غسل وجهك. أنا أطالب بعدم التنمر. استرجل حرفيا أي انتقاد الآن يوجه لأي شخص يعد تنمر أو إنه إساءة، ولا بد أن نوقف المجتمع من التدمر. ما أدري إيش قاعد أقول، الزبدة إنه في مشكلة حقيقية في الإنترنت، الدلع الزايد، فالوضع مزعج مرة. فما بالك إن هذا التصرف يطلع من شخص جيمر. تخيل جيمر ومدلع. لعبة صعبة، أطالب بالإيزي مود. بالله عليك وش تبغى الناس تقول عنك؟ ها يا أخي خلي الناس، وش تبغى المطورين يقولوا عنك؟ بزر؟ إيه الألعاب تقول عنك بزر. ولكن إحقاقا الحق بعض الألعاب تمسخها أو تعطيك مستوى صعوبة جدا عالي، أو بكل اختصار أنت ما عندك وقت، بس بنفس الوقت ودك تحفظ ماء الوجه وما تلعب على الإيزي مود. لذلك أنا راح أقدم لك الحل في توب 5 زعماء تقدر تتخطاهم بطرق رخيصة. الجزء ما أدري الصراحة سوينا كثير من السلسلة. أنا عبد الرحمن قناة العباد، وخلونا نبدأ. في المركز الخامس لعبة وولونج. اللعبة هذه مسوية الزحمة في مجتمع اللاعبين وخصوصا المدلعين، يشتكون من أول زعيم. تخيلوا أول زعيم، بس صدقا إحقاقا للحق ما راح أظلم أحد، لعبة غبية. يعني لو تفكر فيها صدقا الزعيم اللي في البداية مستواه أعلى من الزعماء اللي بعده. يعني الزعماء اللي بعده ممكن ما تخسر قدامه ولا مرة، في المقابل تخسر عند هذا كثير جدا، وله سبب. بس يوم أقرأ مقالة تقول إنه اللاعبين يشتكون من الزعيم الأول وخسروا قدامه مئات المرات، هنا لا معلش، هنا عند دلخ وبطيء تعلم كل شيء. يعني ما هي ألعاب سوني اللي تعطيك كويك تايم ايفنت أو تسهل لك اللعبة كل ما تخسر. لا، هذه الألعاب تعتمد على فهمك للعبة وتكنيكات العدو اللي قدامك. وش اللي يخلي الزعيم هذا صعب؟ إنه له فيزين، فيز يكون القتال بالنمط، والفيز الثاني نمط ثاني مختلف جدا، ولا بد انك تفكر بطريقة مختلفة. لا تتوقع انك تدخل عليه بنفس القتال بنفس الاسلوب وراح تفوز عليه فجأة كذا، ما غيرت شيء. ويعني اذا ما ودك تحرق على نفسك الطريقة الرخيصة، ودك اعطيك يعني تريكات بسيطة تلعب معه، هو ان الفيز الاول التحم معه وحاول تضربه، ما تعطيه مجال انه يتنفس. الفيز الثاني لا، العب من مسافات بعيدة لان اغلب هجومه يكون مدى بعيد، فحاول تسوي بيري او تصد ضربات من مسافة بعيدة. أعتقد هذه يعني أسهل طريقة. وإيه قوة القلادة تفعلها عن طريق مثلث دائرة أو واي وبي في الإكس بوكس. ولكن نفترض أنه قفلت معاك خلاص ولا عرفت تتقدم على الزعيم هذا وطفشت خلاص ودك تروح للي بعده لأنه هو أسهل، وهذا يعني مبالغين في صعوبته، فهذه هي الطريقة الرخيصة. المشكلة هذه موجودة في كل الألعاب اللي تعتمد على نظام التلفيل، واللي هي التفريم. لسبب ما اللعبة تخلي التفريم على مستوى ثابت، يعني مجرد انك تقتل عدو راح تاخذ اكس بي او اللي يطلع لك الليفل بشكل ثابت. فكل اللي عليك انك تروح عند نقطة او تشيك بوينت ترتاح، بعدها تروح ترجع تقتل اعداء تلفل، ترجع ريست، ترجع تقتل اعداء، ترجع تلفل الى ما يوصل ليفلك المستوى عالي جدا، بحيث انه انت تصير الزعيم مو بالزعيم اللي قدامك، وضرباتك العادية بمثابة كسرة لحماية العدو اللي قدامك. فايه ممكن تدخل عليه بليفل 25 او اعلى، بمجرد ما انك تصد ضرباته مرة واحدة فقط ممكن تنهي الفيز الاول، ونفس الشيء بالفيز الثاني، ترد ضربته مرة واحدة راح تنهي نص الحياة، ووقتها تقدر تستخدم قوة القلادة وتتعدى المرحلة بكل بساطة. فايه هذه ارخص طريقة ممكن تتخطى فيها هذا الزعيم الغثيث. في المركز الرابع واحدة من أكثر الألعاب اللي استمتعت فيها في عام 2022 لدرجة أني ختمتها بجلسة واحدة. مو بعادتي أسوي الشيء هذا، ولكن هذه اللعبة أجبرتني أن أسوي كذا. أنا أتكلم عن سيفو. سيفو جابت فكرة أسطورية ومبدأ أشبه بالروج لايك بس مو بروج لايك. تخيل كلمة تموت في اللعبة تكبر سنة، ولدرجة أنك لو وصلت 65 سنة تموت وتنتهي اللعبة، ولكن ما راح ترجع من البداية، راح ترجع لبداية المرحلة الأخيرة بالعمر الأخير. يعني لو وصلت للمرحلة الأخيرة وعمرك 64 راح يكون معك موتة واحدة عشان تنهي المرحلة كاملة. فوش الحل؟ ترجع تلعب المرحلة اللي قبلها بالعمر اللي وصلت له في ذاك الوقت وتحاول تنجزها بعمر أقل وزي كذا. فكأن اللعبة تشجعك أنك تعيد من البداية وتحاول بقدر المستطاع ما تموت نهائيا أثناء تقدمك في القصة. تقدمك أيوة. وطبيعي كل ما تعيد راح تحترف، راح تتعلم التكنيكات وتصير محترف للعبة، وهذا هو الهدف الأساسي من الألعاب اللي زي كذا،
انك تحترفها. ولكن للاسف هذه اللعبه غزوها مدلعين الانترنت، مدلعين الجيمنج، وحطوا فيها الايزي مود. قال عشان تستمتع في القصه. يا عم اللعبه كلها ساعه كامله لو تحترفها، كيف تستمتع في قصه اقل من ساعه؟ اي ما هي لاص، بس تقدر تهايط على الناس وتختمها باعلى صعوبه عن طريق غباء موجود في اللعبه. في لعبه سيفو الاسلحه تنقسم لقسمين، اسلحه عاديه واسلحه حاده، بحيث ان الاسلحه الحاده راح تدمجك حتى لو انك صاد، بعكس الاسلحه العاديه تقدر تصدها ولكن راح ينكسر صدتك بشكل سريع. وهنا تقدر تستغل هذا الغباء لدرجه انك تخدع فيه الذكاء الاصطناعي. وصدقا ما في زعيم واحد اقدر اقول انه اوكي قاعد يحل المشكله او ما تضبط معاه الحركه، لا، كل الزعماء تضبط معاهم هذه الحركه تقريبا. كل اللي عليك تاخذ سلاحات، تروح عند الزعيم تقعد تجلده بطريقه سبام، راح تلاحظ انه هو فقط يدافع مع ذلك ينجلد. فبمجرد ما تسوي الحركه هذه ابتعد عنه او خفف الضرب شوي وارجع كررها، سوي السبام، راح تلاحظ ان الزعيم فقط مكتفي بانه يصد، ما راح يسوي اي شيء ثاني لما تكسر دفاعه وتنهي. وعلى الرغم من انه الاستديو ينزل تحديثات بشكل مستمر يلغي السبام ويعطي الافضليه شوي للاعداء بحيث انهم يتفادوا، لانه يقدروا يتفادوا نفس ما انت تتفادى، مع ذلك يظل المشكله الاساسيه في نفس نوعيه الاسلحه انها حاده وتكسر نظام الدفاع عند الاعداء اللي بشكل تلقائي يدافعوا لين ما يستوعبوا انك انت قاعد تسوي سبام فيبداوا يتفادوا. وبكذا تقدر تنهي سيفو بصعوبه الماستر وبارخص طريقه. في المركز الثالث هورايزن فوربيدن ويست. إذا في شيء يحسب للعبة بالنسبة لي هو جمالية الفكرة، كيف إنه بشر بخلفية معرفية معدومة جدا يتعاملوا مع تكنولوجيا حديثة متروكة لهم من القدماء، من بعد كارثة كانت راح تؤدي إلى نهاية البشر، وراح يطلع لك هنا عالم هورايزن. العالم جميل والفكرة جميلة، وعلى أن الجيم بلاي ممكن يكون مكرر بالنسبة لبعض الناس، إلا إنه يوم يندمج مع الفكرة يطلع لك أشياء جدا رهيبة، وخصوصا مع نظام الكومبات أو القتال. وإذا بتقول لي وش أحسن استخدام قوس في الألعاب، بالنسبة لي أنا أشوف لعبة هورايزن واحدة من أفضل الألعاب اللي قدمت القوس داخلها، سواء كان بالأنيميشن أو الاستخدام أو التطويرات، كل شيء كان رهيب في القوس. ويوم تتكلم عن الأعداء اللي أحجامهم ضخمة فالسلاح جدا مناسب. بس وش يصير لو كان هذا العدو عبارة عن بشري سريع جدا وضرره عالي؟ هنا اللعبة راح تختل شوي توازنها، وممكن تعتمد على نظام الميلي أو القتال عن قرب عن طريق الرمح، وللأسف ما هو أفضل شيء في لعبة هورايزن، ممكن من أسوأ الأشياء. أنا أتكلم عن الانديورينج، واللي تعتبر مشكلة لأن اللعبة تحاول تحط لك صعوبة فوق الصعوبة، لأن مهما كان درعك مميز أو القوس اللي عندك رهيب راح ترجع للديفولت. كل شيء عندك رهيب، لا بترجع تقاتل بالديفولت بالقوس العادي بالدرع العادي، كل شيء عادي. بس كذا لا، اللي قدامك ضرره قوي سريع جدا، عنده حركات شقلبة قوس كل شيء، لسه تقول بسم الله تبدأ تشيل لك كومبو كذا تشيل 3-4 الهيلث حق. هذا غير انه حتى وهي في حالة ستان يوم انك انت تهجم عليها تقدر تتفادى وترمي عليك السهم، فلابد انك تعرف التكنيك حقها بشكل ممتاز جدا، متى تتفادى متى تضرب، كل شيء لابد انك تتعلمه حول الزعيم، او تسوي سبام غبي جدا يخدع الذكاء الاصطناعي. اوكي مستعدين؟ الطريقة هي انك تنقز وتضرب بس. حرفيا انقز واضرب انقز واضرب، والعدو ما راح يسوي شيء. للدرجة هذه بسيطة جدا ماني قادر استوعبها. فإذا أنت متعقد من الزعيم تقدر تتخطاها بالطريقة الرخيصة هذه وستيل يعني اسمك هزمتها. في المركز الثاني لعبة تيونيك، واحدة من أكثر الألعاب اللي انظلمت أو انسحب عليها عندنا على الأقل. وأنا أقول كذا لأني مرة متحطم من عدم إقبال الناس على اللعبة نفس هذه اللعبة باعتقاد أنها عبقرية، وخصوصا في إلقاء القصة. يمكن أبالغ لو أقول لك واحدة من أحسن الألعاب اللي ألقت القصة بالنسبة لي، كيف أنه تعطيك القصة بس بطريقة مختلفة، على أن القصة ما هي شيء واو أو عميق، ولكن قدرت توصلها لي بتويست رهيب جدا. ما ودي أحرق أنا، بس لو بقول عن شيء مميز في اللعبة بالنسبة لي كان فن إلقاء القصة فيه. هذا غير الجيم بلاي الممتع واللي يعتمد على الاستكشاف، وهنا ممكن سبب اللي نفر الناس عن اللعبة، لأنه يبدأ اللعبة مو عارف إيش يسوي، لابد أنك تلاحظ كل شيء قاعد يصير، وخصوصا مع الأعداء اللي في البداية. لو ما لاحظت غالبا راح تعتقد أنه أوكي اللعبة غبية ما بلعبها، امسح. وإذا ما اقتنعت بكل هذا الكلام فوش رأيك بصوت البيري العظيم اللي هنا؟
الله الله يا الطرب. وعلى كياتة اللعبة لأنه فيها زعماء ممكن يكونوا غثيثين، ما أقول إنهم صعبين أو فعلا يعني شيء يعقدك، ولكن غثيثين، والشيء هذا يرجع للساحة اللي موجودين فيها. وفي هذا الزعيم بالتحديد الساحة مرة غبية لدرجة انها جدا صغيرة، والزعيم ضرره وحجم حركاته كلها على المدى البعيد. يكتفوا هنا؟ لا، في نفس البروز في الساحة يمنعك من انك تطلق على الزعيم، وفي نفس الوقت يحميك، ولكن غالبا يأثر عليك بشكل سلبي لانه راح يصد اغلب امورك، سواء طلقات السحرية او الهوك اللي تطلقه كلها تتأثر بهذا البروز. فاي زعيم ما هو صعب، الساحة غبية وتصوير كان غبي. اكثر شيء يزعج اللاعبين هو انهم ينحدوا على شيء داخل اللعبة باجبار واكراه، وهنا يبدأوا يتفننوا ويخترعوا أمور أو جلتشات داخل اللعبة. واحدة من هذه الجلتشات إنهم يقاتلوه خارج ساحة القتال. كيف؟ إذا اللعبة ما تسمح لي راح أخدع اللعبة وأخليها تعتقد إنه القتال بدأ وأنا خارج الساحة. بالفعل هذا اللي سواه خوينا، بدأ يطلق على الزعيم وهو خارج الساحة. بمجرد ما الزعيم استقبل الطلقة الجسر تقفل وأنا خارج الساحة. أوكي، كيف راح ننهي القتال؟ طلقاتنا محدودة، أمورنا كلها محدودة، عن طريق انك تسحبه خارج ساحة القتال ويموت. طبعا ما تقدر تسحبه مباشرة، لابد يسوي حركة معينة، وقتها يجي ستان تقدر تسحبه ويطيح. ما ادري ليش تذكرت لعبة ثانية صار فيها نفس الغباء هذا. في المركز الاول لعبة God of War Ragnarok، واحدة من أكثر الألعاب اللي أثارت الضجة بين اللاعبين، وخصوصا فيما اعتبرها لعبة جديدة أو DLC. بس بعيدا عن هذا النقاش، فعلا لعبة God of War ما زالت محتفظة بثيمها، سواء كان بأسلوب اللعب، زعماء، أو عالم اللعبة الشبه خطي. لكن الأهم أن الزعماء في مرحلة من المراحل يكونوا جدا صعبين، وأنا هنا أتكلم عن غانا أميرة الفالكوري، واللي تعتبر من أصعب البوسس في اللعبة. هل يحتاج أقول ليش يعني؟ ما أدري، إذا أنت لعبت اللعبة أكيد إنك تعرف إنها عندك كل شيء، حرفيا عندك كل شيء، قريب بعيد، أسلحة، طلق، ممكن تشيلك بضربة واحدة حرفيا. طبعا ما يحتاج أقول لك إنه لازم يكون عندك ليفل قوة عالي والدروع والأمور عندك كلها متطورة، أو إنك تسوي الجلitch هذا واللي راح يخليها ما تتحرك. الجلitch إلى الآن شغال، وإذا أنت متعقد أو تلعب على أعلى صعوبة تقدر تسوي الجلitch في كل الصعوبات. بكل بساطة لابد إنك على الأقل تكون خسرت قدامها مرة واحدة، بمجرد ما تدخل على نفس القتال مرة ثانية أو يعيد لك من التشيك بوينت، التفت مباشرة للوراء، راح تلقى المنصة اللي ترقى فيها أو تطلع منها. لا تطلع الدائرة، ارجع مرة ثانية وخلي فريا تسوي استدعاء عن طريق إنك ترص على زر المربع. يمكن هذا أول مرة تستفيد من فريا بشكل كبير جدا. بمجرد ما إن الحركة تبدأ مباشرة التفت وانزل من الحافة وبس، مبروك عليك، تقدر الآن تطلع وتروح تدبج أبو جدها، ولا راح تسوي شيء أبد، واقفة في مكانها تشوفك تجلدها ولا تتحرك. عاد الحين سؤال، لو سووا فيلم God of War كيف يسوي الجلتش داخله؟ صعب صح؟ عاد تخيل المطورين ياخذوا سنين طويلة وهم يطوروا الألعاب، في النهاية يجيك جلتش يخليك تتعدى هذا الزعيم. شيء رخيص صح؟ طبعا الطرق الرخيصة هذه اللي أنا أتكلم فيها في المقاطع شيء مفترض أنك أنت كلاعب ما تسويه، لأنك أنت بالنهاية راح تدفع 70 إلى 80 دولار على لعبة واحدة، فحاول انك تستمتع فيها بشكل كامل. واذا انت مره مضطر عليها وقتها اوكي عادي سويها، بالنهايه انت راح تستمتع، لكن نصيحه مني لا تسويها. عجل عبد الرحمن، انت ليش تعلمنا عنها؟ امانه من باب الفله والضحك، غير انه ممكن انت ترجع تختم اللعبه عشان تبغى تسوي شغله معينه او تسوي اتشيفمنت وانت اوريدي خلاص تعديت اللعبه، فما ودك ترجع تتعقد عند نفس الزعيم اللي تخطيته خلاص قبل كذا. استخدم الطرق الرخيصة. دائما وابدا حاول تستمتع بكل ريال دفعت على هذه الالعاب، وبعدها فكر بالطرق الرخيصة. هذا مقطعنا اليوم، انا عبد الرحمن قناة ريبات، في امان الله.